لما سافر يوسف وهبي لبرلين زار شركة توبس، وهناك طلب منهم يعملوا له ميزانية بتكلفة أيام التصوير بالكامل. فاتفقوا إن إيجار اليوم هيكون 120 جنيه. لكن في تاني يوم فاجئوه بخبر جديد، وهو إن قانون الاختراع بيجبرهم إنهم يدفعوه 25 قرش عن كل متر ناطق. يعني الحسبة هتزيد بشكل كبير جدا. لكن في نفس اليوم بيجي تليفون ليوسف وهبي من ادمون تويما، بيقول له فيه ان في استوديو في فرنسا ارخص كتير من المبلغ اللي انت هتدفعه هناك. فبيطير على طول يوسف وهبي لهناك، وبيعمل اتفاق ارخص وافضل بكتير من اللي كان هيعمله في برلين. فبعت في الجواب لمحمد كريم بيطلب منه انه يروح له فرنسا يوم 10 سبتمبر. وبالفعل محمد كريم بياخد مراته وبيسافروا على طول على فرنسا عشان يبدا التحضيرات بشكل كبير مع يوسف وهبي وادمون تويما. بتبدا مرحله تجهيز الديكورات والمناظر، وبيلفوا هما الثلاثه على المحلات اللي بتبيع العفش عشان يلاقوا عفش يليق على بيت مصري. كل حاجه وقتها كانت ماشيه تمام، وناقص عده ساعات على بدايه التصوير.